ازيكم عاملين ايه؟ انا مرولي بعمل اكل بيتي، الطلب قبلها بيوم. فاللي هيشوف الفيديو ده يعني ايه هيبقى سبب في رزقي بعد ربنا سبحانه وتعالى. حتى لو مش هتشتروا مني ادعموني يعني يا جماعه. انا كنت زي اي ام عايزه اشتغل ومعرفتش اشتغل. ليه بقى؟ ما بنعرفش نحط اطفالنا فين وفتره 8 ساعات. طبعا قطاع خاص يعني مش حكومه اللي هو كام ساعه وخلاص، لا قطاع خاص فلازم 8 ساعات. فقلت خلاص هدور على شغل وكده. فدورت على شغل، جيت اسال الحضانه عشان نحط الاطفال فيها ففترتين. يعني انت هاخد الفلوس من هنا هحطها هنا مبلغ عشان فتره مسائيه وفتره صباحيه لان هشتغل 8 ساعات. فمش عارفه اعمل ايه، قلت خلاص هشتغل. جيت بعد كده قلت ايه ربنا يسهل وزيد. جيت ابص لقيت عقبه كمان، الحضانه بتأجز كتير. هم زيهم زي الحكومه بالظبط، بيأجزوا. اللهم ذكرني، استنى اوريكم الملوخيه. بلاش بقى من هنا عشان ما نعكش العلبه اهي، شايفين؟ ما نعكش بس العلبه بتاعت الاوردر. المهم فجيت بقى ايه وانا بدور على الشغل والكلام ده كله، قابلنا عقبه الحضانه. وبعديها ايه الحضانه بتأجز كتير فمش عارفه احطهم فين غير الاجازه. وانا اجازه هيبقى يوم واحد، ونيجي نبص نلاقي المواعيد مثلا مواعيد الحضانه اخرها 5، بعد 5 مش هينفع مش عارفه ايه. طب الاقي مواعيد ازاي؟ المهم فكرت في المشروع الاكل البيت عشان ابقى ايه مع عيالي والكلام ده كله. فاللي هيشوف الفيديو دوت وهيبقى سبب في رزقي والله بعد ربنا سبحانه وتعالى ان انتوا تدعموني. حتى لو مش هتشتروا مني يعني ادعموني يا جماعه. يعني انا هو مجتهده ولكل مجتهد. طبعا فقدت الامل في اول لما عملت المشروع الاكل البيتي علشان قابلني عقبات كتير بالنسبه للمناديب ما بيجوش. اضطر اطلع الاوردر انا وباخد عيالي بقى صغيرين يا عيني بقى اللي في الشياله واللي ماسكاها وشايله بهدله بقى. بس ما يئستش، كملت برضو وقلت مش مشكله وكملت. يعني وقفت شويه شغل عشان يعني قعدت فتره كبيره ما فيش شغل بسبب الاسعار غليت. بعد كده ايه وقفت خالص. بعد كده قلت لا، ربنا الرزاق الوهاب، انا ايه هرجع تاني وربنا يرزقني. حتى لو رزقني في الشهر كله باوردر واحد بارك الله فيما رزقك. فالكل ام او كده حاولي تعملي اي حاجه. انا عارفه ان في كتير بيحاول يشتغل ومش لاقي. حاولي تعملي اي حاجه وسط عيالك لان انا عارفه مش هتعرفي تشتغلي بره وعيالك مش موجوده معاكي، لان هتكلفي يعني قولي 2000 جنيه بالميت خالص فتره صباحيه ومسائيه للاطفال. فيعني حاولي تلاقي اي حاجه من البيت تعمليها. والله ربنا رزق وكرم، بس هو ربنا بيقولك اسعي يعني، وان شاء الله السعي يعني ايه ربنا يرزقك، ربنا يرزق الجميع. جبت مكنه شرينج بس اتضحك عليا فيها، بحطها مش بعرف اشتغل بيها علشان خاطر بتجري مني. عارفه بقى بوديها لحداد ولا حاجه يحاول يصلحها لي ولا كده. عشان كده لما باجي الف الاوردر بيبقى صعب عليا، خصوصا لو المندوب واقف لي تحت. خلاص المفروض يطلع. يا جماعه شويه دعم بالله عليكم، حتى لو مش هتشتروا شجعوني، شجعوا المشاريع الصغيره اللي زي ديت. وقبل ما امشي اقول اللهم انصر اخواتنا واهالينا وانصر امه محمد يا رب العالمين، وحد الامه يا رب. انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان في السودان. طبعا مش هقول عشان بيحذفوا الفيديوهات. واخواتنا واهالينا اللي هناك قطاع ربنا ينصرهم يا رب. حسبنا الله ونعم الوكيل علينا وعلى الدعاء يا جماعه. باي باي.